مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم عنسبة يبحث التنمية مع مسؤولي الأقسام. إجراء عمليات جراحية ناجحة للعيون في مستشفى برهان عيني. وزارة الزراعة تقدم السماد الطبيعي السائل. تسريبات عن عملية برية محتملة، وإيران تحدد بالرد على استهداف جامعتها. كيم يشرف على اختبار محرك الصواريخ هدفها الوصول لأمريكا. ومظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب في الولايات المتحدة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بحث حاكم إقليم عنسبة سفير عبد الله موسى مع مسؤولي الأقسام وإدارة المديريات ومسؤولي الاتحادات الوطنية بحث سبل تنفيذ برامج التنمية. وأفاد الاجتماع المنعقد في 27 من مارس بأن خطط التنمية لعام 2026 تشمل إمدادات مياه الشرب والخدمات الاجتماعية والبرامج الرياضية وغيرها. وتم التوصية بإجراء مراقبة مستمرة ودقيقة لزيادة فعاليته. وقال السفير عبد الله إن تغيرات كبيرة تسجل في معيشة المواطنين بفضل البرامج الرئيسية التي تم تنفيذها بتنسيق من جميع الجهات المعنية. وأوضح خطط توسيع مؤسسات الخدمات الاجتماعية وتطوير الأنشطة الرياضية، ودعا إلى دور المجتمع اهتماما كبيرا وتشجيعه. من جانبهم شدد مدراء المديريات على أن المشاركة الفعالة للشعب ذات أهمية كبيرة لنجاح البرامج المخطط لها. أجريت في مستشفى برهان عين المرجعي للعيون عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء ل 525 مواطنا قدموا من مختلف مناطق البلاد، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 من مارس. وأوضح اختصاصي طب العيون بالمستشفى الدكتور إيوب بيان في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الإريتريا، أوضح أن العمليات التي نفذت على شكل حملة طبية تعد جزءا من الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من العمى ومكافحته، مشيرا إلى أن مرض المياه البيضاء يعد من الأسباب الرئيسية لفقدان البصر، محذرا في الوقت ذاته من أن إهماله قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها الإصابة بمرض الجلوكوما الذي قد يتسبب في فقدان دائم للبصر. وأضاف الدكتور إيوب أن المستشفى أجرى منذ منتصف شهر يناير 2026 وحتى الآن أكثر من 880 عملية جراحية لعلاج المياه البيضاء، ما يعكس الجهود المبذولة لتقليل حالات ضعف وفقدان البصر في البلاد. كما لفت إلى أن حملات علاج المياه البيضاء التي نفذت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 شملت عددا من المناطق، من بينها مديريات نأفا وأفعبت وقندع، إضافة إلى الإقليم الأوسط، مؤكدا أن هذه الحملات ستتواصل لتشمل مناطق أخرى في مختلف أقاليم البلاد. من جهتهم عبر عدد من المرضى الذين خضعوا للعمليات عن سعادتهم الكبيرة باستعادة قدرتهم على الرؤية بعد معاناتهم مع ضعف البصر لفترات طويلة. وتشير وثائق مستشفى برهان عين المرجعي إلى أنه خلال عام 2025 تم تنفيذ حملة وطنية واسعة لعلاج المياه البيضاء في مختلف أنحاء البلاد استفاد منها أكثر من 6000 مواطن. قدم مجلس الإقليم الأوسط توضيحا للمواطنين في اجتماعات عقدها في 29 من مارس حول قرارات وتوصيات اجتماعه الدوري 24 الذي التئم في 18 من فبراير الماضي. وفي الاجتماعات التي عقدت في 16 مديرية شرح أعضاء المجلس التحديات والمميزات المرتبة على تنفيذ برامج 2025 ودور مساهمة الشعب في هذه البرامج. ودعا المجلس المواطنين إلى زيادة مشاركتهم في الأنشطة المخطط لها لهذا العام، والمشاركة الفعالة في الحد من إزالة الغابات وتنمية المحميات، ودفع الضرائب الحكومية في الوقت المحدد، وتعزيز دور الآباء والمجتمع لضمان جودة التعليم.
واقترح المشاركون على إدخال شبكات الصرف الصحيح للمناطق التي لا تتوفر فيها وتوسيع خطوط الكهرباء ومراجعة أسعار الاستهلاك والعمل على تأمين إمدادات بدائل للطاقة. تشمل التوصيات التي أقرها المجلس في دورته 24 تكثيف مشاريع ضمان تأمين الغذاء للجميع وتعزيز التنسيق بين الشرطة والأمن والشعب للقضاء على ظاهرة الجريمة وحل نقص خدمات النقل والدفع في استثمار توفير الأدوية والمعدات الطبية. قامت وزارة الزراعة بتوزيع الأسمدة السائلة المحضرة من الأعشاب البحرية ومخلفات الأسماك في جميع أنحاء البلاد لتمكين المزارعين من الاستفادة من الأسمدة الطبيعية. وأوضحت بأن إنتاج الأسمدة الطبيعية السائلة خضعت لبحوث مكثفة وتجارب عملية منذ عام 2020 بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الثروة البحرية، وقد أثبتت فعاليتها في إنتاج وفير. وذكر عضو لجنة إنتاج الأسمدة الطبيعية في وزارة الزراعة السيد مليون ولدو أن الأسمدة الطبيعية السائلة يتم إنتاجها واستخدامها على نطاق واسع حاليا. وأعلنت وزارة الزراعة أن جميع المزارعين يمكنهم الحصول على السماد السائل من خلال زيارة أقرب مكتب أو نقطة زراعية. تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع عبدور للسماد الطبيعي السائل الكائن في مدينة مصوع حوالي 70,000 لتر شهريا. أقامت مفوضية الثقافة والريادة حفل تخريج ل130 شابا من الفنانين الشباب، بينهم 75 شابة بعد إتمامهم برنامجا تدريبيا استمر 6 أشهر في مجالي الفيلم والدراما، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسرح في 27 من مارس الجاري. وتضمن البرنامج التدريبي الذي نفذ بالاعتماد على الكفاءات الداخلية مجموعة من المحاور المتخصصة شاملة كتابة السيناريو وإعداد وإخراج الأعمال الدرامية والسينمائية وأساليب الإنتاج الفني والدراما التلفزيونية والسينما. وأوضح القائمون على البرنامج أن التدريب استهدف تطوير قدرات الشباب الفنية وصقل مهاراتهم الإبداعية. وفي كلمة ألقاها ممثل الخريجين أشار إلى أن تنظيم حفل التخرج يتزامن مع إقامة مهرجان أسمر للسينما الأول، وهو ما يمنح المناسبة أهمية خاصة، مؤكدا أن التدريب الذي تلقوه أسهم في تطوير أساليب عملهم الفنية وتوسيع آفاقهم الإبداعية. وفي ختام الحفل قدمت للحضور نماذج أعمال فنية أعدها المتدربون خلال فترة التدريب. نظمت مدارس مديرية تسنة أسبوعها التعليمي في الفترة من 26 من مارس إلى 28 من مارس. تضمنت فعاليات الأسبوع قرية تعليمية وورش عمل في الابتكار والحرف اليدوية وتصميم الأزياء ومسابقات ثقافية ورياضية. وقال مدير مدارس المديرية الأستاذ آدم بشير إن الأسبوع كان بمثابة منصة للطلاب لتبادل المعرفة والخبرات مع بعضهم البعض. وأوضح مسؤول الثقافة والريادة الأستاذ أسفى ألم هبتأب أن البرنامج مهم لعكس إمكانات الطلاب والمدارس. ودعا مدير مديرية تسني السيد سيوم جبري السوسي إلى الابتكار والتطبيق العملي في المستقبل، مؤكدا على أن أسبوع المدارس يعد وسيلة لاكتساب المعرفة عمليا بطريقة أسهل. وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الأنشطة. نظمت جمعية ذوي الإعاقة الذهنية دورة تدريبية لأكثر من 50 من أولياء الأمور في الإقليم الأوسط. تركز التدريب الذي قدمه المتخصصون في الرعاية الصحية على رعاية المواطنين ذوي الإعاقات الذهنية والتغذية والتمارين الرياضية والملابس والنظافة الشخصية والوقاية من الأمراض المعدية. وقال رئيس فرع الجمعية في الإقليم الأوسط الأستاذ هينو جبرز جابهير إن الهدف هو مساعدة الآباء ومقدمي الرعاية على تحديد سلوكيات أطفالهم والاعتناء بهم بطريقة علمية. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم مرة أخرى على الصعيد العالمي. شنت طهران هجوما صاروخيا على جنوب إسرائيل وسط دوي صفارات الإنذار في ديمونة وإعلان الجيش الإسرائيلي سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحد جنوده قتل خلال القتال في جنوب لبنان.
وشن حزب الله هجمات عدة على شمال إسرائيل، منها ما استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، فيما شن الجيش الإسرائيلي غارات على جنوب وشرق لبنان. وفي إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه بعد استهداف الجامعات الإيرانية ستكون الجامعات الإسرائيلية والأمريكية هدفا مشروعا، وذلك بعد استهداف جامعتين في طهران. وفي الجانب العسكري الأمريكي، كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران، لكنها لن تصل إلى حد الغزو الكامل. ومع دخول جماعة أنصار الله إلى الحرب، أكد الناطق العسكري باسم الحوثيين أن عمليات الجماعة ستستمر خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي. أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون على تجربة جديدة لمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب في إطار تطوير الترسانة الاستراتيجية للبلاد، حسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية. وتتميز المحركات العاملة بالوقود الصلب بقدرتها العالية على الدفع وبتسريع إجراءات الإطلاق. وأفاد خبراء أن هذا المحرك مصمم لتشغيل صواريخ هواسونغ 20 البالستية العابرة للقارات الجديدة التي كشفت عنها كوريا الشمالية في أكتوبر من العام الماضي، وهي الهادفة للوصول إلى الولايات المتحدة. ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية تاريخ التجربة وموقعها، لكنها ذكرت أنها تندرج ضمن الهدف الرئيسي المتمثل في تحديث القدرات الهجومية الاستراتيجية، مضيفة أن المحرك مصنوع من مادة مركبة من ألياف الكربون. خرج محتجون مناهضون لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة في إطار أحدث حملات حركة لا ملوك، التي يأمل المنظمون أن تصبح أكبر احتجاج سلمي في يوم واحد في تاريخ البلاد. وتم تنظيم أكثر من 3200 فعالية في جميع الولايات المتحدة الأمريكية 50، وجذب احتجاجان سابقان لحركة لا ملوك ملايين المشاركين. وقال المنظمون إن احتجاجات كبيرة خرجت في نيويورك ودالاس وفيلادلفيا وواشنطن، لكن من المتوقع أن يأتي ثلثاء المشاركين من خارج مراكز المدن الكبرى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% تقريبا لمشاركة المناطق الأصغر حجما، مقارنة بأول احتجاج نظمته الحركة في يونيو الماضي. وبدأت الاحتجاجات في الولايات المتحدة بمدن عدة بينها أتلانتا، حيث تجمع آلاف الأشخاص في منتزه للتنديد بالنزعة السلطوية. وتأتي احتجاجات اليوم في خضم ما وصفها المنظمون بدعوة إلى التحرك ضد قصف الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران. في الخبر الأخير، أطفأت عشرات المدن والمعالم الشهيرة حول العالم أنوارها في إطار المشاركة في الفعالية البيئية العالمية ساعة الأرض، التي تنظم سنويا بهدف تعزيز الوعي بمخاطر التغير المناخي وتشجيع الأفراد والمؤسسات على ترشيد استهلاك الطاقة. وتعد هذه المبادرة التي أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة عام 2007 من أكبر الحملات البيئية الشعبية في العالم، حيث يطلب من المشاركين إطفاء الأضواء غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، تعبيرا عن التضامن مع قضايا حماية البيئة. وشهدت نسخة عام 2026 مشاركة واسعة من مختلف القارات، حيث خيم الظلام الرمزي على عدد من أبرز المعالم العالمية في رسالة جماعية تؤكد أهمية التحرك لمواجهة أزمة المناخ. نختم هذه النشرة مشاهدينا في كل مكان بذكر أهم وأبرز العناوين. حاكم وإقليم عنسبة يبحث التنمية مع مسؤولي الأقسام. إجراء عمليات جراحية ناجحة للعيون في مستشفى برهان عيني. وزارة الزراعة تقدم الصماد الطبيعي السائل. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها. كيم يشرف على اختبار محرك صواريخ هدفها الوصول لأمريكا.
ومظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب في الولايات المتحدة. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات الفريق العامل. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.